حبستي كلبك في البيت وما خرجتهوش مش هتلومي غير نفسك. بتمشي حيوانك الاليف كم مره في اليوم؟ انت عارف ان كلبك ربنا خلقه اصلا يا اما بيصطاد يا اما للحراسه، يعني كلب حر ده بيتولد في الغابات، بيتولد في اماكن حره مفتوحه، بيتمشى كل يوم 10 كيلو 20. عايزه اقول لك ان بعض الكلاب كانت بتجري مسافات 60 كيلو كل يوم. انت بقى كلبك بتمشيه كم مره في اليوم ومسافات قد ايه؟ طبعا للاسف اغلبنا بيشتغل دلوقتي فمش فاضي لحيوانه. كلبه قاعد في البيت 24 ساعه طول الايام الاسبوع ما بيخرجش. طب كده ينفع؟ ما ينفعش والله. حيوانك نفسيته هتتأثر جدا جدا بموضوع النزول والخروج. حيوانك ممكن يبقى سلوكه هايبر جدا او عنيف او جبان، يعني الموضوع وعكسه لو هو محبوس في البيت. بتجيلنا بعض الحالات اللي للأسف بتتشخص حالات مرضية وهي بيبقى مشكلتها كلها موضوع نفسي. في حاجه عند الكلاب اسمها ليج جرانيولوما، دي مرض ديرماتيتس بيحصل في الجلد، التهابات. الحيوان بيبدا انه ياكل في اطرافه علشان ينبه الاونر بتاعه ان انا لوحدي، انت سايبني ليه؟ فانت متخيل الموضوع ممكن يوصل لفين؟ لازم تمشي حيوانك الاليف المفروض كل يوم مره. طب مش هنقدر، على الاقل في الويك اند مره. ابدا خده نزله مشيه. ده مفيد جدا جدا لصحته النفسيه، مفيد بانه يعمل له تحسين للسلوك تجاه الناس. هيبدا ان هو يشم روايح ويميز روايح هو ما كانش يعرفها قبل كده. خد بالك كمان ان هو هيحسن جدا علاقته بيك، هيحسن جدا صحته النفسيه وسلوكه. مش هيبقى هايبر اكتف بزياده عن اللزوم، ولا هيبقى جبان، وهيبتدي يعمل علاقات اجتماعيه، هيبتدي يكون بيحبك وبيحب الناس بطريقه كويسه.